رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين للكاتبة ريم باسيوني. تتألف الرواية من 3 قصص وتدور حول شخصيات من عائلة الحلواني خلال فترة حكم الفاطميين في مصر. القصة الأولى تحكي عن شخصية جوهر الصقلي، القائد الذي أسس مدينة القاهرة، وأحفاده الذين تابعوا مسيرته بما صنعوا من حلوى تميزت بها الفترة الفاطمية في مصر. القصة الثانية تحكي عن شخصية بدر الدين الجمالي، القائد الأرمني الذي استعان به الخليفة الفاطمي لإعادة الاستقرار إلى مصر بعد فترة من الاضطرابات. أحبه الشعب المصري لما نشره من عدل وتنظيم في مصر. القصة الثالثة تتناول شخصية صلاح الدين الأيوبي، الكردي الذي قضى على الدولة الفاطمية وأسس الدولة الأيوبية. كما في رواياتها السابقة، تواصل الكاتبة البحث في جوانب الحياة في مصر في ظل ممالك تركت أثارها في التاريخ والمعمار والحياة الاجتماعية. تكتب ريم باسيوني بلغة رائعة وبأسلوب سلس، قراءة ممتعة.